السعودي يا رب. بإذن الله الكاس تكفى يا أخضر، كل شيء متوفر، لعيبة متوفرين، دكة جميلة جدا، عندهم إمكانيات، فريق قادر والله العظيم قادر، وبإذن الله تعالى أن الكاس للأخضر. ألف مبروك التأهل. طبعا باقي مباراة أخيرة في المجموعات مع المنتخب المغربي، ومشيئة الله نفوز فيها عشان ما نهتز شوي انها ترى في منتخب أقوى منه، لا لازم نفوز مباراة المغرب حتى احنا متأهلين بإذن الله تعالى، نعدي المباراة هذه ونعدي كل الأدوار القادمة، ومشيئة الله الكاس يكون سعودي، كأس العرب سعودي من زمان يا أخضر، تكفى يا أخضر كملها. وهذا ترتيب المجموعة يا جماعة، هذا مكانك يا الأخضر، الأول دائما وأبد، ومشيئة الله أنك تكون الأول في البطولة وتاخذ الذهب يا أخوان. والله العظيم من هذا منتخب أحسسني أنه ثقيل داخل الملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مباراة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب وبعد التأهل لدور الربع النهائي، هنشوف رد فعل قوي جدا للجماهير وتألق اللاعب سالم الدوسري. يلا بينا نشوف رد فعل الجماهير. علي عن كذا القمر، جزر القمر، أدرى أن جزر القمر بيفش المنتخب. والله العظيم أبدع المنتخب إبداع. فش جزر القمر ب3-1. دحين يروح الجزر بدون قمر. يا ساتر يا ناس، اعتقد الماسك الاتحاد العربي لكرة القدم نصراوي ولا اتحاد، لانه اللي بيحصل حاليا مع سالم الدوسري غير طبيعي. عزيزي المشاهد، تخيل معي انه سالم الدوسري تم استدعائه للمرة الثانية على التوالي لفحص المنشطات بعد الاداء الخيالي اللي قدمه اليوم ضد جزر القمر في كاس العرب. نسبة للشكك انه الانسان ده بيتعاطى منشطات، فبيتم استدعائه لانه اداؤه رهيب واداؤه خيالي. أنا بشجع الاتحاد، بس سالم الدوسري تاريخي من أفضل 5 لعيبة في تاريخ السعودية، فإجراء طبيعي يعني إنه يتم استدعائه لفحص المنشطات. في شيء في خاطري أتكلم عنه، عن سالم الدوسري، عن الأسطورة. تخيل معي إن سالم الدوسري في البطولة العربية، ترى سالم الدوسري عمره كم؟ 35 سنة. ترى ما في لاعب سعودي يوصل العمر هذا ويؤدي الأداء صدق. ساهم في 4 أهداف، 3 أسيست وهدف، هذا في مباراتين بس. سالم صراحة اللي قاعد يسويه سحر صدق يعني لازم واحد يكون محايد ومنصف. سالم الدوسري لو خذ كاس العرب أصنفه من ضمن 3 أفضل لعيبة في تاريخ السعودية. سالم الدوسري أبهرنا صراحة بالعمر هذا وبالأداء. تخيل إن في لعيبة في المنتخب أصغر منه وهو اللي شايل المنتخب على كتوفه، والله العظيم. بس مشكلة سالم جاء في جيل مع احترامي الشديد خذلان. تخيل يسجل، يصنع، يسوي كل شيء، لكن الله ما كتب إنه ياخذ بطولة. فأنا أقول سالم الدوسري جيب بطولة العربية، نحتاج نفرح. ليش أقول لك أنت سالم؟ بحط الحمل عليك لأنك أنت أفضل لاعب سعودي. والله أنك أعظم لاعب سعودي على مر العصور، رضا من رضا، زعل من زعل، والله أنك أسطورتنا، والله أنك أفضل لاعب سعودي، والله أنك تنرفز الناس ذولاك، وأقسم بالله العظيم أنك تسطر الملاعب في المنتخب وفي النادي الهلال وفي كل مكان توجد فيها سالم. بيض الله وجهك على الأداء الأسطوري. ما ننكر كأنه اللي قدم مباراة جميلة، والمنتخب كلهم ما قصر، والله يعطيهم العافية من الحارس إلى المهاجم، ولكن نتكلم عن سالم اليوم. سالم اليوم طلع كل ما عنده بإذن الله قدام المغرب وفي في الأدوار المتقدمة بإذن الله تعالى، ويحمل كاس العرب بإذن الله تعالى. سالم أسطورة. غير ذا الكلام والله العظيم اللي يقول غير ذا الكلام هذا حاقد، هذا كاره، هذا إنسان ما يفهم كورة، واحد من 3 الأشياء. سالم أسطورتنا، شاء من شاء، رضا من رضا، والله العظيم انه الافضل. يا اخي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. احد يقول لي بس قدام جزر القمر ولا قدام مدري من، صانع 4 ومسجل هدف ومساهم وافضل لاعب في المباراتين كلها، والمباراه الجايه راح يثبت انه الافضل ضد المغرب باذن الله تعالى. شكرا استاذ سالم يا اسطورتنا. الله وبالله اني فخور بالشخصيه اللي ظهر فيها المنتخب في هذه المباراه والمباراه الماضيه، وهذه الشخصيه تشبه تماما شخصيه الشباب طبق الاصل. اذا استمرتوا على هذه الشخصيه راح تاخذوا البطوله، اخذوها من عندي. منتخبنا ضمن التأهل إلى الدور القادم، وراح نلعب أمام المغرب المباراة الجاية، وأنا بالنسبة لي إن نلعبها بالاحتياط. أنت يا سالم، أنت مو بس أفضل لاعب في المباراة، أنت أفضل لاعب في البطولة لحد الحين. المنتخب مسجل 5 أهداف، سالم ساهم بال5 الأهداف، سجل هدف وصنع 4.
يعني بكل اختصار يا سالم، ما بيجي كأس العالم على هذا المستوى الا في مقارنه قويه بينك وبين يامال هذا الصعلوك اللي انا بوجهه نظري انت افضل منه وبمراحل، انت الكابيتانو. باذن الله باذن الله كأس العرب راح يكون من نصيبنا، وبيكون تحذير قوي لاسبانيا في كأس العالم. ألف مبروك فوز المنتخب، مبروك التأهل دور 8. ريناردو أنا والله كنت زعلان عليه في بداية الموضوع، والله يعني كيف تترك فريقك وتروح، بس أنا عادي الآن عادي. أنا تمنيت إنه ما يرجع، يعني اكتشفت إنه مساعد مدرب أفضل من ريناردو. ريناردو زي الرفلة اللي حطت عيالها عند الجدة لا هي قادرة تربيهم والجدة ربتها، هي بتربي أحفادها. فإحنا اليوم كنا بيد الجدة الحمد لله، ربي وفقنا. أول مرة أشوف مساعد مدرب أفضل من مدرب إحنا. كيف؟ لا تسألني. تمنيت إنه ما يرجع والله، خلوه يكمل حجوزات فنادق لين تبدأ كأس العالم. والله خلوه يشوف هناك، لا يجي. أنا ماني مقتنع برينارد نهائيا. مدرب 24 ساعة يصرخ في غرفة الملابس. إيش أنت جيش؟ لاعبين دول وجههم، عطهم تكتيك، حفزهم. حفز لمتى؟ حفز لمتى؟ الى اي مرحله بالتحفيز؟ بينتحر اللاعب، يحط حزام ناسف؟ ماني مقتنع فيه انا ابدا. فمساعد انا عندي افضل، نستمر معاه احسن، لا يرجع ذاك، يقعد يجلسون هناك. سالم اسطوره، سالم الاسطوره، السعوديه الاوحد. شفت اذا البرازيل عندها بيليه والارجنتين عندها مارادونا، احنا في السعوديه عندنا سالم. 35 سنه الان داخلها سالم، ما شاء الله ما زال يلعب جناح ركض سبرنتات. تقول لي الاجيال اللي قبل والاجيال اللي ما ادري ايش، فلان وعلان وصل عمره 32 حطوا صانع لعب عشان ما يركض كثير. 34 بتطقطق مفاصله، جلسوه على الدكه تقديرا. اول كانوا ترى تقدير، كانوا اذا طلعت من النادي اعتزلت يعطونك شهاده حسن سيره وسلوك. 36 يجيبون لك فالنسيا ولا يجيبون لك ريال مدريد، يقول لك العب معهم ونجيب لك سياره كشف تدور على المضمار، حي الجمهور ومع السلامه. 35 سنه هو الافضل، ما شاء الله تبارك الله، اعجازي، تحس انه ساحر. انا ساعات احسه بيطلع عصا سالم والله. اللاعب الوحيد اللي تحسه قاعد يلعب عياله لا يلعب عياله، تعالوا العبكم تستنسون. فلا حد يجي يقول لي اسطوره غير سالم، كل هذول راحوا اساطير، ولكن سالم الاعظم. احنا المفروض نتغنى فيه زي مارادونا، كيف مارادونا يتغنون فيه الارجنتين، بيليه كيف احنا نتغنى بسالم. عظيم جدا. ما عجبك الكلام هذا؟ فيك حره، مقهور انه بدع، ها دق على 911 والله يجون يقبضون عليك، لان اذا عندك فكر غير هذا الفكر لازم تنسجن. سالم الاعظم. مبروك، خلاص رسميا كذا المنتخب متأهل لدور ربع النهائي في كأس العرب. ولكن والله أنا فخور جدا أنه أنا عشت وعاصرت زمن سالم الدوسري، واحد من أساطير هذه الكورة. سواء الناس اللي قاعدة تنتقده، الناس اللي كرهوه، هذا شيء راجع لك، لكن أنه أنت تستمتع بسالم هذا أمر واجب عليك. سالم في المباراة الأولى أخذ رجل المباراة وصنع هدفين، في المباراة الثانية صنع هدفين وسجل هدف وماخذ رجل المباراة، ومتأهل الآن، وهو أكثر لاعب مساهمة في هذه البطولة. يعني في كل مباراة يأخذ تقييمات عالية، ما تنصفه رجل المباراة، ما تنصفه، بس لا ضيع بلنتي ولا لا ضيع هجمة. شوف سالم، شوف ليه يا حب سيبنا من هو هلالي، هو ايش، هو الحين لاعب منتخب. عموما كذا بشكل رسمي السعودية أول المتأهلين، المغرب وعمان وخلاص جزر القمر كذا خارجين. باقي لو عمان انتصرت على المغرب بنتيجة، أعتقد ممكن وقتها عمان حتصير 4 نقاط، وحيرجعوا لموضوع أعتقد الأهداف أو الأمور هذه أو المواجهات، ما نعرف. ولكن الشيء الأهم، مبروك التأهل، وبإذن الله السعودية المنافس الأول على هذا اللقب. لا تنسى الإضافة واللايك، وإن شاء الله في أشياء كثيرة قادمة.